باربو والدته وطباخ شاطر بيعمل الخير وبشوش وما بياكلش حق حد، صفات تتمناها كل بنت في فارس احلامها. لكن مع الصفات الحميده دي كلها واللي كل معارفه يشهدوا بيها، الا انه لمده 5 سنين مارس عدد كبير من الجرائم بين القتل والنصب والاحتيال والسرقه وانتحال الشخصيات. وبعد ما انهى حياه مراته واختها وصاحب عمره وضحيه رابعه من ضحاياه، بيقع بسبب خطأ بسيط جدا وتتحول قصته لمسلسل هز الوطن العربي كله بعنوان سفاح الجيزة. مين سفاح الجيزة وازاي انهى حياة ضحاياه وازاي تخفى في عدد كبير من الشخصيات، وليه صناع مسلسل سفاح الجيزة معرضين للمساءلة القانونية؟ قذافي فراج عبد العاطي من مواليد محافظة الجيزة، واللي بتبدأ قصته لما بيقرر يبدأ العمل في مجال العقارات، بس مش بفلوسه هو شخصيا، لا ده كان بيتاجر وبيبيع وبيشتري بتوكيل رسمي من صاحب عمره اللي عايش في السعودية، المهندس رضا محمد، واللي اتعود انه يبعت مدخراته لقذافي علشان يستثمرها معاه في مجال العقارات. لكن بعد سنه من شراكتهم بيحس المهندس رضا بعدم جديه قذافي، فبيقرر انه ينزل مصر سنه 2015 علشان يطمن على العقارات اللي اشتراها له قذافي. بالفعل نزل المهندس رضا مصر، وما كانش قدام قذافي غير انه يعمل معاه الواجب، فدعاه لواحده من الشقق اللي اشتراها قذافي باسمه في منطقه بولاق الدكرور، وكان مجهز له عشوه حلوه علشان يقعدوا يتعشوا ويتحاسبوا بالمره. لكن بعد دقايق حس المهندس رضا بألم رهيب في معدته بسبب ان قذافي صاحب عمره والسبب في العز اللي هو فيه حط له سم في الاكل، وكان مجهز حفره عمقها 2 متر في الشقه نفسها، وبعد ما ضربوا على دماغه بحديده علشان يتاكد انه خلاص مات دفنوا فيها. وبعت رساله لاهل رضا من تليفونه بيقول فيها انه اتمسك تحري بعد ما كان ماشي جنبه مظاهره، ومش عارف اللي قبضوا عليه هيودوه فين، ولما يعرف يتواصل معاهم هيكلمهم بنفسه. وهنا طبعا اهله بطلوا يدوروا عليه، والحقيقه بقى ان دي ما كانتش أول جريمة يعملها قذافي، لأن قبل الحدث ده بسنة واحدة اتجوز بنت زوجته الأولى فاطمة زكريا، واللي اتجوزها بالعند في أختها اللي كان على علاقة بيها، وعرض عليها الجواز بس هي رفضته. وبعد جوازه من أختها فاطمة بدأت حبيبته الأولانية أخت مراته تهدده بأنها هتفضح حقيقته وحقيقة علاقتهم لأختها فاطمة. هنا حس قذافي بالخطر من ناحيتها وقرر إنه يخلص منها، بس بطريقة تخليه بعيد عن كل الشبهات. قذافي كان عارف إن أخت مراته بتحب التمثيل ونفسها تتشهر، فبيستعين بكومبارس وبيديله فلوس علشان يعمل دور منتج من دولة عربية، وبيقابل أخت مراته وأهلها وبيقنعهم إنها تسافر علشان تشارك في عمل فني جديد. وبالفعل أهلها بيقتنعوا وبيسيبوها تسافر، لكن بعد ساعات من سفرها ولمدة أسبوعين كانت طريقة التواصل بينهم عبارة عن شوية رسائل مش أكتر، كانت بتتحجج فيها إنها يا تعبانة يا مشغولة ومش عارفة تكلمهم، لحد ما اتقطعت أخبارها مع الوقت لأنها في الوقت ده كانت مقتولة. بعد الحادث ده بمدة بسيطة بتكتشف فاطمة إن جوزها بيمتلك عدد كبير من البطاقات الشخصية بأسماء مختلفة غير الاسم اللي هي تعرفه بيه، وبالتالي ما كانش قدامها غير إنها تطلب منه الطلاق وتهدده إنها هتفضحه. وكالعادة قرر قذافي إنه يخلص منها وعمل العشوة التمام، بس كتر في السم شوية، وبعد ما ماتت قطعها وحطها في الفريزر ونقلها لنفس الشقة المدفون فيها المهندس رضا في بولاق الدكرور ودفنها جنبه. هنا أهل فاطمة شكوا في قذافي وإنه ورا اختفاء بناتهم الاثنين وقدموا فيه بلاغ، لكن الأدلة ضده كانت ضعيفة جدا ومحدش أثبت عليه أي تهمة. وساعتها رفع قضية على مراته إنها سرقت فلوسه وهربت كمان. سنة 2017 قذافي بيعمل خطوة هتغير في مسار الأحداث وهتخليه ينقل إجباري محل إقامته ويتخلص من هويته الحقيقية، لما قرر إنه يبيع الممتلكات بتاعة المهندس رضا بموجب التوكيلات اللي عملها له صاحبه، وده اللي خلى محامي المهندس رضا إنه يتهمه بإنه السبب في اختفاء المهندس. فقرر قذافي وقتها إنه يسيب محافظة الجيزة وينقل اسكندرية ويعيش هناك باسم رضا محمد صاحبه اللي قتله. وبالفعل بيستقر قذافي في منطقة العصفرة وبيبدأ يتاجر في الأجهزة الكهربائية. في الوقت ده اتعرف على بنت ووقعها في حبه وأقنعها إنها تستثمر فلوسها معاه في الأجهزة الكهربائية، ما هي كلها مكسب. لكن بعد كام شهر بتكتشف البنت إنه اتنصب عليها لأنه ما نفذش أي وعد من وعوده ليها، فبتطلب فلوسها، فبيقنعها إنها تاخد مكانها بضاعة، وبالفعل بتوافق وبتروح تقابله في مخزن الأجهزة الكهربائية في العصفرة، لكنها بتتفاجئ بإنه بيقتلها وبيدفنها مكانها في المخزن. طبعا أهل البنت حاولوا يوصلوا لها لكن ما كانش فيه دليل واحد على علاقته بيها. بيكمل قذافي حياته في اسكندرية باسم المهندس رضا وبيبدأ حياة جديدة تماما، وبيتجوز بنت من عيلة غنية جدا اسمها نهى، لكن بعد أقل من سنة بتقرر الانفصال عنه بسبب غياباته المتكررة وتصرفاته الغريبة. لكن الموضوع ده جرح كرامته، فبيقرر إنه يراقبها هي وبيتها، ولحد ما لقى
فرصة البيت فاضي فيها وبيدخل قذافي البيت وهو لابس نقاب وبيسرق كل اللي فيه من فلوس وذهب. طبعا أهل طليقته بيتهموه بالسرقة، لكن برضه مفيش أي دليل قوي ناحيته. سنة 2020 بيعمل قذافي غلطة صغيرة جدا، لما بيتزنق في فلوس فبيقرر يبيع الذهب اللي سرقه من شقة طليقته. وبمجرد عرض الذهب على التاجر، عرف التاجر فورا ان الذهب ده مسروق، لان الشرطة كانت موزعة اوصاف الذهب ده على كل المحلات. فبيبلغ التاجر الشرطة، واللي بتحضر بسرعة وبتقبض عليه قبل ما يسيب المحل. وهنا بتكتشف الشرطة انها قدام شخص ثالث خالص، لا هو قذافي ولا هو المهندس رضا، لان قذافي في الوقت ده كان منتحل شخصية وهمية اسمها محمد مصطفى. لكن بعد الضغط عليه في التحقيقات اعترف بكل جرايمه، وبالتالي عرضته الداخلية على لجنة من الأطباء النفسيين اللي أثبتوا إنه سليم ومعافى تماما. وبعد ما مثل الجريمة قدرت الشرطة تطلع الجثث وتطابق بصماته مع ضحاياه. حكمت المحكمة بتقديم ملفه لفضيلة مفتي الجمهورية علشان يصدر قرار بإعدامه سنة 2022. وبعد سنة من إصدار الحكم على قذافي وبعد الضجة اللي أثارتها قضيته، بيقرر بعض صناع الدراما إنهم يجسدوا قصته من خلال مسلسل قلب الدنيا تحت اسم سفاح الجيزة، واللي كان سبب في فتح القضية مرة تانية وعرضهم للمساءلة القانونية. فعلى حسب محامي والد زوجة قذافي الأولى فاطمة، إن صناع مسلسل سفاح الجيزة نشروا وأذاعوا أخبار وأحداث الضحايا بدون الرجوع لأهليهم أو أخذ الإذن منهم. قذافي مش مجرد سفاح عادي، وسبب شغله للرأي العام العربي والعالمي ثباته الانفعالي وتدينه الظاهري وأخلاقه العالية اللي كل اللي كان بيتعامل معاه كان بيشهد بيها. أنت بقى بعد ما سمعت قصة سفاح الجيزة تفتكر الأيام الجاية شايله مفاجآت اكتر عن القضيه؟ طب تفتكر هتحكم على الناس لسه من خلال رنة تليفونهم او من علامه الصلاه اللي على وشهم؟